السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده يوم فلاحي كده وجميل جدا جدا جدا. كان اليوم ده هوا كده والجو يعني برد شوية. فقلنا ايه، هنعمل محشي على الكانون. محشي على الكانون في الجو ده مش عارفة ايه. ايوه، عشان احنا من زمان قوي واحنا عايزين نعمل محشي على الكانون. وبصراحة مش احنا اول مرة نعمل الكانون يعني. فمحناش شاطرين فيه قوي. فجربنا كده وصورت لكم بقى الجمال والعظمة دي كلها. فما تبخلوش عليا بقى باللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوش وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. وننساش كده نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انزلوا بقى في الكومنتات، صلوا بينا علشان يكون ليكم الأجر بإذن الله. طبعا أنا ما صورتش معاكم طريقة سلق الكرنب والحشوة بتاعة المحشي يعني الخلطة. ما صورتهاش معاكم عشان عاملاها معاكم قبل كده. فحبيت يبقى اختصر الفيديو شوية عشان ايه ما تزهقوش مني. فطبعا كده هنرص المحشي بتاعنا كده. كانت كرنباية حلوة ما شاء الله. وعملت معانا حلة حلوة كبيرة يعني. فهنرص طبعا كمية المحشي كلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا رصة المحشي مش هتفرق خالص، براحتك يعني، ولكن إلى حد ما خلي فيه فراغات كده في مسافة بين كل صباع علشان الشوربة تدخل بيناتهم ويستوي معاكي. انما لما تبقي كتماه كده مش هيستوي معاكي. فنرص طبعا الكمية كلها بنفس الطريقة. وكان طبعا انا مصورتش معاكم سلق الكرنب واللي هي الحشوة يعني، علشان انا عملت معاكم قبل كده الحشوة، فحبيت يبقى الفيديو بتاعنا خفيف كده وما يبقاش تقيل عليكم وتزهقوا مني. طبعا كده هنرص الكمية كلها بتاعتنا وهنملى يعني الحلة بتاعتنا كلها. وطبعا علشان ال احنا هنعمله على الكانون بيبقى النار بتاعته قوية عن البوتاجاز، فانت بتعرفيش توطي مثلا وكده على الكانون. فهعمل لكم كده حركة حلوة قوي، ان احنا كده هنخلي ورق يكون متبقي كده، ما نحطش فيه رز. ورق فاضي فاضي يعني فاضي من الكرنب، وهنحطه كده على وش الحلة. طب ليه بقى الخطوة دي؟ علشان دي بتحافظ على ان الصوابع بتاعتنا ما تفكش معانا خالص خالص. وفعلا يعني عملت كده وما خلتش الصوابع بتاعتنا تفك خالص، وبقى كل صباع كده لوحده. هتشوفوا معايا العظمة دي. فما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه لو ما اشتركتوش وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. يا جماعه اللايك والله ما بيعملش حاجه يعني، مش بيخسركم حاجه ولا بيكسبني انا حاجه، ولكن بيرفع الفيديو شويه. فبتعب كده في الفيديوهات، فساعدوني يعني شجعوني باللايك. طبعا عملنا الكانون. احنا طبعا مش مش شاطرين قوي في الكانون، ولكن عملناه يعني. طبعا هنا نسقيه بقى بالشوربة بتاعتنا. الشوربة دي شوربة بط، وحطيت فيها كده معلقة كبيرة من الصلصة وحطيتها كده، ومكعب من الماجي عشان تبقى مطعمة كده وحلوة. طبعا انتوا عارفين معايا انه المحشي، اي محشي بيحب الشوربة بتاع البط. فسقينا كده المحشي بتاعنا وظبطناه، وهنغطيه بقى خليه يعيش خالص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا النار في الاول بتكون عالية زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم النار بتكون عالية في الاول لحد لما يتشرب كده، المحشي بتاعنا يشرب الشوربة بتاعته. بنوطي بقى النار. بنوطيها ازاي؟ هتشوفوا معانا. بجد احساس جميل قوي لما كل فترة كده تعملي كانون وتعملي الاكل لاولادك على الكانون. احساس جميل قوي بيرجعنا لذكريات زمان. بصراحة كده أنا ما حضرتش زمان يعني. أنا ما حضرتش مثلا أمي الله يرحمها كانت بتعمل على القانون أو لأ. فأنا بس كله أكيد كان بيعمل. ولكن حماتي ربنا يرحمها يا رب، حكت لي إنهم كانوا الأول بيعملوا إيه. هحكي لكم كده لأنه حاجة جميلة قوي هي بتحكي كده. بصراحة أنا كان نفسي متشوقة إني أحضر أيام زمان من الجمال اللي هي حكته لي. بتقولي إحنا بنحط الحلة كده تغلي مية، وبعد ما المية تغلي تجي منزلة فيها الكرنباية. تسلق الكرنبة بتاعتها، وبعد ما تسلقها كده تطلعها على جنب، وتجي ايه، هتعمل بطة مثلا او فرخة زي ما هتعمل. فبتجي دبحة ومرايشة الفرخة بالمية السخنة بتاعت الكرنبة.
يعني بتستفاد من المية دي ب... بال... بانها تسلق الكرنب وانها تذبح مثلا الفرخة، وتستفاد يعني من المية السخنة بحاجتين. وبعد كده تفضي المية خالص كده او تغير الحلة اكيد طبعا، وهتحط بقى علشان تستوي وتعمل كل حاجة على الكانون. شايفين يا جماعة الجمال والحاجات الحلوة دي؟ بجد انا كنت متشوقة وهي بتحكي. ربنا يرحمها يا رب، ادعوا لها هي وامي، ربنا يرحمهم يا رب، يجعل مأواهم الجنة بإذن الله. حبيت كده اوريكم الخضرة والحاجات الحلوة دي واحنا كده بنعمل المحشي، بنسوي المحشي. فقلنا طبعا ايه يعني بعدين كده لا افرجكم بقى الجمال والعظمة دي. الغيط كده، الخضار بتاع الغيط مع السماء الصافية، بجد خطير قوي. والطبيعة يا جماعة تحفة تحفة تحفة، يعني انا من عشاق الطبيعة والجمال ده كله. طبعا احنا كلنا عايشين في الطبيعة، ولكن لما تاخدي بالك منها بتفرق قوي انك تاخدي التفاصيل. بصوا الجمال. خلاص بقى عملتكم دلعتكم كده وفرجتكم على الخضرة. هنرجع بقى للمحشي بتاعنا بدل ما يشيط. هنا بقى خلاص وطينا النار. وطيتيها ازاي؟ ان احنا ما بقيناش نحط الحاجة اللي بتعلي النار، يعني بنخليها تبقى واطية، يعني مثلا خشباية صغيرة، حاجة تبقى محتفظة بالنار ولكن مش عاملة نار كده عالية. بالشكل ده هيقعد. طبعا هو والله ما قعدش كتير بصراحة، قعد بتاع نص ساعة او ساعة الا ربع حاجة كده، يعني ما قعدش كتير. بس كان طعمته تحفة تحفة يعني. والحلة يا جماعة يا ليلها يا سواد ليلها اللي هتغسل الحلة. حبيت اوريها لكم. بصوا بصوا عملت ازاي. بس كل يهون في ده المحشي. يعني المحشي كان طعمته خطيرة قوي. لازم تجربوه على الكانون، لانه بصي اللي ما جربش المحشي على الكانون فايته كتير قوي. بصوا الجمال. خلاص هو كده يعتبر استوى. هوا يا هوا المحشي استوى. بصوا جميل جدا. والريحة يا جماعة لما بتطلع كده خطير. طبعا كده شلنا الحلة بتاعتنا وهنحط نكمل بقى العظمة بتاعت اليوم. هنحط الشاي. الشاي على الكانون بقى بصي في حتة تانية خالص. الكوباية منه بتظبط الدماغ بجد يعني. فنظبطه كده وعبال ما نتغدى كده ويكون هو غلى، عشان يطعم كده من الكانون، وطعمته بتبقى خطيرة قوي. اي حاجة سبحان الله، اي حاجة على الكانون بتبقى طعمتها تختلف خالص. بصوا بقى الجمال، بجد خطير قوي. والورق اللي احنا حطيناه كده على الوش حافظ على صوابع المحشي انها ما تفكش معانا خالص. بجد خطير قوي. والريحة يا جماعة خطيرة، جابت الناس اللي في الشارع بجد. طبعا بقى كده هنغرف بقى العظمة دي. بصوا المحشي هو نازل نازل بزغرط، شايفين كل صباع لوحده، مفيش حاجة فكت خالص خالص. وبجد خطير يا جماعة، وطعمته خطيرة بجد. بألف هنا للي يجربوه. نصيحة جربوه على الكانون. هو معلش هو متعب شوية علشان طبعا الحلة وطبعا كده وانتي بتحطي تحتيها حاجات، ولكن حاجة جميلة قوي وطعمته تحفة. حتى لو مرة كل فين وفين كده نعمل العظمة دي. وبألف هنا. وكده أكلنا. وبعد ما أكلنا كده جبنا الشاي وقعدنا بقى كده عشان نظبط دماغنا كده. ولازم نحبس بقى بعد الأكلة الجميلة دي بالشاي. شاي على الكانون كده بالنعناع وبس كده. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسونيش كده باللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. وبإذن الله استنوا العظمة اللي جاية. وبس كده، واشوفكم الفيديو الجاي واقول لكم سلام.